الغدر والخسة والعنصرية والحقد جرائم ما لها إنسانية، ما لها جنسية أصلا. هذا الموضوع حبينا نحكي فيه من زمان. كثير من الأشخاص اللي بيكتبوا بالتعليقات أنك أنت محايد للشعب الفلاني، أنت محايد للشعب السوري أو محايد للشعب التركي. الجرائم الأخلاقية أو حالات الطعن أو حالات الاغتيال أو حالات السرقة ما لها جنسية، لأنه هي بالأصل مجرد من الجنسية ومجرد من الأخلاق ومجرد من الحقد. السلام عليكم، أسأل الله أوقاتكم في كل خير. مع الأسف خبرين محزنين، الأول من اسطنبول والثاني من بيروت. امبارح بالليل الساعة 10 صار في عملية سرقة أو سلب لأحد الشباب السوريين هناك. كان في مجموعة حاولوا سلب تليفون الشخص السوري، الشاب السوري، رفض طبعا أو حاول شوية مقاومة فتم طعنه. الحادثة الثانية صارت ببيروت، كمان شاب صغير من أحد العنصريين أيضا صار في حالة طعن هناك، هو فاقد الحياة مع الأسف. يا أخوان، مش موضوع قضية بيروت أو قضية تركيا. اللي قتل أيمن حمامي هو نفسه اللي قتل محمد عاكف كديمان، هذا التركي اللي كان موجود بسوريا عن طريق الاغتيال. يعني موضوع اللي قتل هذا نفس العقلية، نفس التفكير، نفس المنهج اللي قتل هذا كمان. مش قضية تركي أو قضية سوري أو قضية لبناني أو قضية عراقي، لا، الموضوع مختلف تماما. موضوع إنه في ناس عندها عقلية حاقدة عنصرية ما عندها إنسانية أصلا، وموضوع الجنسية ما بيتحدد فيهم. فالرحمة لأرواحهم، تعازينا لأهلهم، لا حول ولا قوة إلا بالله. أيامكم طيبة وسعيدة ومباركة، دمتم في أمان الله.